صوت حزب النهضة الإريتري من أجل إسقاط نظام الهكتف الشمولي وتعريته وإحلال البديل الديمقراطي الملبي لتطلعات شعبنا. هنا صوت حزب النهضة الإريتري، كما يعبر عن معاناة المستضعفين من أبناء شعبنا الإريتري. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أعضاء ومؤيدي حزب النهضة الإريتري أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري، صوت النضال المستمر حتى تحقيق أهداف شعبنا في العدالة والديمقراطية، نهب بكل مواطن إريتري حر في داخل إريتريا أو خارجها أن يكون قلعة حصينة في التصدي والصمود، وصوتا مدويا بالحق في وجه عصابات النظام الدكتاتوري الإريتري الذي يعبث بمستقبل شعبنا وأرضنا. القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري، منبر الحزب وصوت المستضعفين من أبناء شعبنا، يأتيكم في أيام الاثنين والجمعة باللغة العربية، وكذلك أيام الثلاثاء والخميس باللغة التجرينية من كل أسبوع من إعداد مكتب إعلام الحزب. تتابعون أولى فقرات بثنا اليوم الجمعة 25 من أغسطس 2017، النشرة الإخبارية، وتليها فقرات من التعليقات والتقارير واللقاءات السياسية التي تسلط الضوء على مجريات الأحداث في داخل إريتريا وكذلك التطورات الداخلية للحزب. وقتا طيبا وسعيدا نتمناه لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم مع فقرات البث القسم العربي لإذاعة صوت حزب النهضة الإريتري. أما الآن ندعوكم لمتابعة نشرة الأخبار، وهذه عناوينها. المدعي العام الإيطالي يحقق مع الناشط والقيس الإريتري موسى زرآي. رأس النظام القمعي الإريتري يؤكد أهمية تطوير علاقات بلاده مع الحزب الشيوعي الصيني. كانت هذه عناوين النشرة، وتتابعون تفاصيلها عقب هذا الفاصل القصير من صوت حزب النهضة الإريتري. أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في صوت حزب النهضة الإريتري، وإليكم نشرة الأخبار. أثبت رأس النظام القمعي الإريتري الدكتاتوري سياسة فورقي أهمية تطوير العلاقات القائمة بين الحزب الشيوعي الصيني وحزب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة الحاكم والوحيد في إريتريا، بالإضافة إلى العمل من أجل رفع مستوى العلاقات بين حكومتي البلدين إلى مستوى أعلى. جاء ذلك خلال لقاء عقده أفورقي مع وفد رفيع المستوى من الحزب الشيوعي الصيني ترأسه تشوي شوبينغ، نائب وزير الدولة الصيني لشؤون إصلاحات القطاع العام. وحضر اللقاء السفير الصيني لدى إريتريا يانغ تيسانجانغ وأعضاء السفارة. وأضاف موقع صحيفة الندى المصري إن الدكتاتور أفورقي صرح إنه يتوجب على بكين العمل من أجل تحقيق العدل والسلام والاستقرار على مستوى المنطقة وعلى المستوى العالمي. ومن جانبهم وصف أعضاء الوفد الصيني العلاقات بين إريتريا والصين بأنها علاقات استراتيجية تقوم على أساس التعاون والتفاهم المتبادل، وأعربوا عن عزمهم العمل من أجل رفع مستوى التعاون بين البلدين في كافة المجالات. وخلال اللقاء اطلع المدعو حاغوس جابريهويت مسؤول إدارة الشؤون الاقتصادية في حزب الجبهة الشعبية الوفد الصيني على الوضع السياسي والاقتصادي في إريتريا وعلاقات الجبهة والحكومة. يذكر أن الصين عرضت إرسال قوات عسكرية إلى حدود كل من إريتريا وجيبوتي، وذلك للتوسط في النزاع الحدودي بينهما ولملء الفراغ الذي تركه قرار دولة قطر بسحب قواتها من الشريط الحدودي المتنازع عليه. يأتي هذا العرض بعد أن بدأ أسطول الصين في الإبحار إلى أول قاعدة خارجية في القرن الأفريقي. هذا واقترح كوانغ ويلين
السفير الصيني لدى الاتحاد الأفريقي أن تنظر الصين في إرسال قوات إلى الحدود بين دولتي شرق إفريقيا. ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء Associated Press في 24 من يوليو 2017، وأكد أن الصين ترغب في القيام بدور الوسيط إذا لزم الأمر. ويرى المراقبون أن العرض الصيني يأتي وسط الوجود الصيني المتزايد في القارة الأفريقية. قام مكتب المدعي العام الإيطالي بتقديم دعوى إلى الناشط الحقوقي القس الإريتري موسى زرآي، والذي كان ضمن قائمة مرشحين لنيل جائزة نوبل للسلام العام الماضي، وذلك اعترافا بدوره في مساعدة اللاجئين إلى أوروبا، وهي المحمدة التي يتهم بها الآن أي التشجيع على الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية. قال موسى زرآي لوكالة فرانس بريس في روما إنه تلقى رسالة من مكتب المدعي العام تيريباني أبلغه فيها يوم الاثنين 7 من أغسطس 2017 بالتحقيق. وصل القس زرآي إلى إيطاليا لاجئا وعمره لم يتجاوز 16 عاما. دخل زرآي المدرسة الكليريكية وتخرج منها ويبلغ من العمر الآن 45 عاما. وأضاف موقع فرجة الإريتري المستقل نقلا عن وكالة AFP إن القس والناشط الإريتري موسى زرآي وخلال 15 عاما أصبح نقطة مرجعية للمهاجرين الذين يعانون من محنة، وكان رقم هاتفه الوحيد الذي استخدمه اللاجئون عند عبورهم إلى أوروبا لفترة طويلة. وكذلك استخدمه العديد من اللاجئين الإريتريين الهاربين من بطش النظام القمعي الإريتري لطلب المساعدة الطارئة، وكان يتلقى في بعض الأحيان العشرات من المكالمات للمساعدة في اليوم الواحد. ومعظمهم من المهاجرين الذين يمرون بظروف عصيبة عبر الأقمار الصناعية وهم على متن السفن المتهالكة في البحر. وقال زرآي إنه يحيل إحداثيات القوارب المنكوبة إلى حرس السواحل الإيطالي، وفي بعض الأحيان إلى سفن الإنقاذ التي يديرها القطاع الخاص المعروف والمتواجد في المنطقة المجاورة. هذا هو السبب المرجح أن اسمه ورد في التحقيق الذي تم فتحه حول الهجرة غير الشرعية، والتي تركز إلى حد كبير على الأدوار التي لعبت في عمليات إنقاذ المهاجرين من قبل المنظمات غير الحكومية وتلك الممولة من القطاع الخاص. وأدى التحقيق الأسبوع الماضي إلى الاستيلاء على سفينة تديرها منظمة جوجند ريتيت الألمانية الغير الحكومية بتهمة الاتصال المباشر مع المتاجرين قبالة سواحل ليبيا. وقال زرآي إنه من العيب أن تهاجم المنظمات الإنسانية لأسباب مكافحة الهجرة غير القانونية، وإنها مثل الاحتجاج ضد الأمراض عن طريق منع الأطباء عن المرضى. وأضاف بدلا من ذلك يتعين علينا معالجة أسباب المرض الهجرة غير الشرعية، الأمر الذي يجعل هؤلاء الناس يائسين بما فيه الكفاية للمخاطرة بحياتهم والرمي بها في البحر. وأشار بصفة خاصة إلى محنة مئات الآلاف من الأشخاص المحاصرين في مخيمات اللاجئين في إثيوبيا ويوغندا، بالكاد يجدون ما يكفي من الغذاء والماء للبقاء على قيد الحياة، وأملهم ضئيل في مستقبل أفضل. وهناك مجاعة مستمرة في القرن الأفريقي، وكذلك الممارسات الدكتاتورية والحرب، الأمر الذي يجعل من وجود اللاجئين هناك دائما، ولا يمكن أن تقول لهم لا تأتوا. وقال زرآي إن الأفارقة لهم الحق في العيش وفي مستقبل أفضل. بنهاية هذا الخبر مستمعينا الكرام نصل بكم إلى ختام نشرتنا قدمناها لكم من صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري.
فتح زدلنا فتح مصر خسي قوام زدلنا قوام مستقاسي رستنا زبلنا بيتنا مسفرسي زبرا زبلنا أنا في مسفرسي. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في صوت حزب النهضة الإريتري، وفيما يلي تتابعون الجزء الثاني من ورقة حزب النهضة الإريتري المقدمة للسيمينار الذي أقامه الحزب في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تزامنا مع ذكرى استشهاد الشيخ كبيري ومرور 26 عاما على نيل الاستقلال، والتي قدمها الأخ محمد صالح حقوس نائب رئيس حزب النهضة الإريتري. لا 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 فتح زدلنا فتح مصر خسي قوام زدلنا قوام مستقاسي رستنا زبلنا بيتنا مسفرسي زبرا زبلنا أنا في مسفرسي. خصوصية حزب النهضة الإريتري: الساحة اليوم تعج بالعديد من أحزاب وتنظيمات سياسية ومنظمات مجتمع مدني، كل على حدة يعبر عن الوضع العام في إريتريا، وفي ذات الوقت تكون هناك خصوصية أو قضية ضمن القضايا الإريترية أي تشغل كل أو جزء من الشعب الإريتري، ويكون قد أدرجها ضمن القضايا المطروحة في الساحة، لأنها تمثل قلقا شديدا بالنسبة لمن ينضوون في الحزب أو التنظيم. بينما ذات القضية في المقابل لا تجد نفس النظرة لدى الأطراف الأخرى، بالرغم من أنها تحاول التعبير عن الواقع الإريتري، ولكن وفق فهم وتحليل مختلف منطلق من زاوية أخرى. لهذا وفي الواقع نجد كل من يتحرك في الساحة اليوم يختلف عن الآخر في ترتيب القضايا الوطنية وأولوياتها، وما يستحق أن يحظى بالاهتمام اليوم ويجب النضال من أجله، وتأجيل بعضه لما بعد زوال النظام. وفي هذا الصدد فإن حزب النهضة الإريتري ينطلق من فهم أن المطلوب هو التعبير عن معاناة الشعب ومظالمه التي لا حصر لها، وانطلاقا من هذا الفهم بأن السعي لحشد الشعب وإخراجه من حالة الحياد السلبي ليكون عنصرا في قوة التغيير لا يتم إلا من خلال تكوين قناعة وثقة لا تهتز لدى كافة قطاعات شعبنا من أن التغيير القادم والذي لن يتم إلا بمشاركتهم سيرفع عنهم كل مظالمهم ويحقق رضاهم بتحقيق العدل والمساواة والحرية. من هذا المنطلق حزب النهضة الإريتري عبر عن الظلم الذي وقع على الجبرتة في التعدي على كيانهم من خلال القرار السياسي المبني على مشروع الجبهة الشعبية الإريترية، حيث صنفهم ضمن قومية التجرينية عند إجراء الاستفتاء حول استقلال الوطن، بناء على لسانهم في تغييب كامل لحقائق أكثر صرامة كمحدد للهوية تتمثل في التاريخ والمصير المشترك والدين كمحدد رئيسي، وخلافا لطبيعة الأشياء وتطورها وتعامل متعمد للحالة الوجدانية والثقافية والعاطفية، وتزييف لحقائق التاريخ التي كرستها الحياة في هذه الأرض قبل أن تسمى بإريتريا في هذه المنطقة. ومشروع الجبهة الشعبية هذا كان مقدمة وتوطئة لما نشهده اليوم في الوطن من إعادة هندسة المجتمع الإريتري وثقافته يقوم على هيمنة الثقافة التجرينية على الحياة العامة، وهذا الاختلال الذي شعبنا يتناحر فيما بينه هو ما قد عجز عن تنفيذه المستعمرون في وطننا. وفي رأينا بأن الوطن وبعد زوال الاستعمار يشكل معنى آخر لدى المواطن، فهذا الوطن يجب أن يتشكل بما يعزز روح الانتماء والوحدة الوطنية ويحقق مصالح كل المواطنين دون استثناء، في اعتقاد جازم بأن كيان الجبرتة وتعبيرا عن الظلم الذي وقع عليهم من النظام كان لابد من استنهاضهم ليقفوا صفا في مسيرة المقاومة لأجل التغيير من خلال إسقاط النظام، لا سيما مع تجافي الساحة الإريترية لهذا الحيف والظلم وخلو هذه الساحة ممن يعبر عن هذا الإحساس بالظلم. فكان لزاما من هذه التنظيمات والأحزاب السياسية الإريترية أن تكون حاضرة ضمن الصفوف الوطنية الأخرى
لدفع هذا الطغيان والمشاركة مع الآخرين في وضع اللبنات الأساسية لبناء النظام السياسي الذي يبنى على التعدد ويمحي وجود كل أنواع الاضطهاد والتمييز أو العنصرية أو التعصب، والحفاظ على كيانات الشعب وتركه ليعبر عن نفسه ومسمياته وثقافته، وتمضي في تطور تلقائي ذاتي دون أن تمس من أصحاب القرار السياسي سلطة كانت أو غيره. وفي ذات الوقت الحزب يعتقد جازما بأن التغاضي عن جزء من معاناة شعبنا تحت أي ذريعة لا يخدم قضية مناهضة النظام، وهذا هو السبب الحقيقي في الجفاء الموجود بين الشعب المقهور وقواه المقاومة. وقد وصلت مجهودات الحزب في إدراج قضيته الخاصة التي تميز الحزب عن غيره في إطار القضايا العامة التي تشغل بال المواطن الإريتري لتأخذ حقها من الإحاطة بالنقاش والحوار والتبني، ليكون فهم الإريتريين حولها موحدا في إطار رفع الظلم وتحقيق العدل للإنسان الإريتري، خاصة وأنها تمثل الحق الطبيعي للإنسان مرتبطة بوجوده الذي يتشكل تلقائيا ويخضع لسنن الكون الطبيعية دون ربطها بالقضايا السياسية في السلطة والثروة اللتين هما محل النزاع والتجاذب. وقد تجلت ثمرة تلك الجهود ببروز التوافق الجلي بين الإريتريين في المؤتمر في أواسا الذي ضم معظم القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل المكونات الاجتماعية الإريترية، وتمثل ذلك في إدانة القرار السياسي الذي اتخذه نظام الهكدف في شأن الوطن وتركيبته الاجتماعية والمبني على الأساس اللغوي في تقسيم الشعب إلى قوميات، وأطلق عليه الدمج القسري، إذ اعتبر المؤتمر ذلك تعديا على أبسط حقوق شعبنا في التعبير عن نفسه. وفي ذات الوقت النظام ليس مخولا بفعل ذلك، إذ لا يمتلك تفويضا من الشعب، فالنظام لا يمتلك الشرعية لوجوده ناهيك أن يشرع في شأن الوطن وتشكيل تركيبته الاجتماعية كأنهم سلعة تم صنعها اليوم، مع ما اعترى ما بنى عليه النظام في قراره ذلك من تناقضات تمثل تهديدا لوحدته الوطنية وخطرا كبيرا تهدد تحقيق السلم الاجتماعي والتعايش السلمي بين مكونات إريتريا المجتمعية. نحن هنا لسنا بصدد التحدث حولها. والحزب إذ يرى نفسه معبرا عن هذه القضية التي تجسد معاناة جزء من المواطنين لهم الحق الكامل كغيرهم من المواطنين بأن يتمتعوا بخصوصيتهم والتعبير عن أنفسهم بالشكل الذي يرونه بدون تجاوز، بأن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات، وأن الحزب إذ ينظر إلى كافة القضايا الوطنية التي تمس المواطنين هي ذاتها التي ينظر إليها المواطن الإريتري من نفسه ويتبعها شعور بالغبن وإحساس بالظلم، هي محل اهتمام وتبني يفسر لها المجال لتكون ضمن قضاياه، لأننا نحاول بقدر ما نستطيع أن نعكس حالة الشعب والوطن والبحث عن أنجح الحلول لها، خاصة التي تتعلق بالحقوق والتماثل المساواة، وتمثل الحقوق الأساسية للإنسان ومنصوص عليها في كافة المواثيق الدولية. فكل مساحة إريتريا هي أرض للحزب، وكل فرد أو شريحة من مكونات شعبنا يمثل نسيجا للحزب يتلمس الحزب آلامه وأوجاعه اجتماعية واقتصادية وسياسية. هذا وأضاف الأخ محمد صالح أغوث نائب رئيس حزب النهضة الإريتري إنه لا ضير أن يعبر الحزب عن كافة القضايا دون اعتبار لرفقاء الدرب من أي زاوية ينظرون إليها، منطلقا من كونه حزبا إريتريا يرتبط بهذا الوطن وبهؤلاء المواطنين، ويتم ذلك بدون التساؤل لماذا لا تكون القضايا التي تمثل الخصوصية محل اهتمامهم وتبنيها. وهنا يأتي إدراك دور وأهمية التعدد، لكن والذي لا يتماشى مع الوضع الراهن هو أن ينظر كل فصيل إريتري إلى أن القضايا التي يعبر عنها هي ذات الأهمية القصوى، ويقوم بإدراجها ضمن القضايا الوطنية، وما يعبر عنه الجانب الآخر من شركاء النضال من القضايا هي ثانوية وليست وطنية، وهذا لا يخدم تعزيز الثقة بين رفقاء الدرب والتي تأكد الحاجة إليها كلما مر من زمن. هذا وأضاف الأخ محمد صالح: فالوصول إلى إرساء دعائم المساواة في الحقوق والواجبات والعدالة الاجتماعية والسلام المستدام في المجتمع الإريتري تتم عبر استصحاب وتبني كافة القضايا التي تمخضت كنتيجة أساسية لهكدف وتضرر الشعب منها، وذلك يقف هذا الشعب خلف قواه الحية التي يجدها تعبر عنه تعبيرا حقيقيا.
لا 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 تحزل لنا فتح مصر خسي قوام زدلنا قوام مستقاسي رستنا زبلنا بيتنا مسفرسي زبرا زبلنا أنا مسفرسي واخي نكالس دلنا ويسنوا غغير واخي نسوكم ودو بزح العزم سمو واخي نروي دوز وزت بيو ميزان دو بزح ويسنو قوايو قال سكو على ما يوايكون انت رغال معسكوين وانبر من منتال عوتاي متني حد حد مزنتال بعزو عنكف درقف بعزو متنغال زيكون عمان قدي ما يتحنغال أمو حد قد كيرنا زين الزاتي انتا يا عبس عنكفات موقوتي زين وكستاري خابوتاتنا نتكلاتهم تتقامنا زين قنصل مصحف جقان كذكرى دمو خلعلو شموم كرساقر مخبرت وقنوم حزب زمرعو عبقدميتنا قوينوم حد غلمت مع ورقي بتروم زيد فرقر ما سنادروم صلاة للنشر بعل كبيرة بعل راس تسمى من غرنا عقراب قطر كتما ودز فطرنا كالس فلما حلاقتنا هقراويان أرما حلاقتنا هقراويان أرما انتاي دم دبلو سبخاكر اسكزانتاتاتهم ننكر أقودما ننبر أقودما ننماقر عشوي قديفنا قنعممكم نقر من هالنا دمي وسلامنا خسر انتاي دم زبلونا بطاتنا ولدا ولد مريم شيخ إبراهيم سلطان بعفشا كلنا سلام يكس داراي نرستو خسيف زي وجه خلا كم عر تريرو خم بسان ديرو خم نسل بريرو سيفو مزيزو والتو قتيرو بجازو بجاز هاقرو وانا رستو يخون تقالو باريرو وانا رستو يخون تقالو بار سكوي يقالون سنز على المريض حقيق كما ينقون زي ركبهم حريق سمعتنا وفرتنا أدمعتن مرحتن آليتن نعتن حداقاتن وكو يوم سنغرو مستمعي صوت حزب النهضة الإريتري، يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم على العنوان التالي: anp.medias@gmail.com. كما يسعدنا مستمعينا الأعزاء أن نرد على كل مقترحاتكم واستفساراتكم بكل اهتمام وتقدير. مستمعي صوت حزب النهضة الإريتري،
يمكنكم متابعة بثنا على العنوان التالي في شبكة الإنترنت www.r.nahda.com. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، متابعي برامج صوت حزب النهضة الإريتري، بنهاية هذه الفقرة نصل وإياكم إلى ختام برامجنا التي عديناها لكم من إعلام حزب النهضة الإريتري لهذا اليوم. مستمعينا الأعزاء، إلى أن نلتقيكم في برنامجنا القادم، نترككم في رعاية الله وحفظه. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري.